مره ثانيه. فخلينا نقول ان في حاجات كتيره غلط لكن في حاجات كويسه. واحنا النهارده لما بنتكلم يا سيف وبنتكلم وبنقول شغلنا، لازم الناس تفهم واداره نادي الزمالك تفهم ان الاداره قناه اون بتتعاقد معانا عشان نقول راينا بما يرضي الله واللي يقنع الجماهير. ومش معنى ان احنا نقول راينا احنا كاولاد نادي الزمالك معنى كده ان احنا بنهاجم الاداره، بالعكس ده احنا اول ناس عايزين الاداره تنجح. احنا مش مستنيين حاجه من نادي الزمالك خالص، لا انا ولا ابو العيله ولا حازم ولا كابتن ايمن يونس ولا مين تاني متمنع من دخول النادي. ها مش مستنيين والله حاجه. انت عضو في نادي الزمالك؟ لا بس يعني الواحد يعني مش بيزعل. المستشار مرتضى انا عارف ان هو طيب وعارف ان هو شخصيه يعني طيبه جدا وهو عارف ان انا بحبه. هو بيجمع افكار جوه دماغه في وقت من الاوقات ان احنا ممكن نكون عايزين نهاجمه في الاستوديو. لا احنا سيف مفيش بني ادم عاقل بعد الاحداث اللي حصلت في الفتره الاخيره ومش هيطلع يتكلم. قولوا لنا يا جماعه ينفع يا كابتن عمر؟ ما ينفعش خناقه ومدرب بيتخانق والراجل رئيس النادي بيشتم المدرب من المدرجات والمدرب عايز يعمل حديث صحفي والراجل اللي شغال مع الرئيس، حاجات كتيره جدا جدا اخطاء. طبيعي لما النهارده انا راجل زي ما انت رئيس نادي، الجمعيه العموميه بتنتخبك عشان امانه معينه، انا برضو اداره القناه دي بتدفع لي فلوس عشان امانه معينه اوصلها للجمهور. لو انا ما عملتش كده صحيح انا كراجل ابن نادي الزمالك في وقت من الاوقات هحافظ عليك، وفي وقت من الاوقات هشوف الغلط مش هقوله في التلفزيون وهكلمك، وفي وقت من الاوقات كذا وكذا وكذا وكذا. لكن سؤالي المستشار مرتضى منصور، هل ده ما حصلش؟ هل انا ما كلمتكش قبل كده 4 5 10 مرات وقلت لك يا سياده المستشار حاول تعمل كذا، حاول عشان خاطر يحاول تعمل؟ ما عملناش كل ده؟ عملناه صح ولا لا؟ انما لما يجي في وقت من الاوقات انت كلامك ان انتوا ليكوا جزء من القرار، يعني لا بيشاركوا في جزء من القرار. صحيح، وبنتكلم احنا بنحب عشان هو عارف ان احنا بنحب الزمالك لله. انا بحب الزمالك زي ابويا وامي واولادي واخواتي، بحب الزمالك، انا اتربيت في جوه نادي الزمالك وابو العيله نفس الكلام، نفسنا يبقى احسن نادي في مصر. صعبان علينا ان الزمالك او مجلس اداره الزمالك بيعمل حاجات حلوه كتير قوي وبيروح بعد ما يعملها يروح رامي عليها شويه تراب كده، فبنقول له ليه بترمي شويه التراب؟ هو مستشار مرتضى منصور ما فيش وقت من الاوقات مثلا بيفكر، وده سؤالي ليه، انه مثلا يمكن يكون الناس دي صح، يمكن يكون انا غلط، يعني ما بيفكرش مثلا انه ممكن يكون والله لا اللي ميدو بيقوله ده صح. انا متاكد ان هو عمره بيفكر كده، مش عارف ليه، رغم ان هو لو فكر كويس هيلاقي ان الناس دي مالهاش اي مصلحه ثانيه، وانا ماليش اي مصلحه ثانيه. اسهل حاجه بالنسبه لي عارف يا سيف ايه؟ اعمل نفسي ان انا مش واخد بالي. النادي الزمالك فيه مشاكل وبتاع، طب ما انا المدير الفني بتاع وادي دجله وانا راجل شغال والدنيا حلوه وراجل ناديه بيمر باستقرار كبير وعلى وفاق مع مجلس الاداره وراجل يعني ممكن ما اوجعش دماغي خالص بالقصه دي، ولكن انا جمهور نادي الزمالك هو اللي عملني، هو اللي عمل ابو العيله، الجمهور هو اللي عمل ايمن يونس، الجمهور هو اللي عمل حازم، هو اللي عمل كل بيبقى حاسين ان احنا لو ما وصلناش الرساله دي يبقى احنا قصرنا في بيتنا. زي ما انت يعني لما حد ياثر في بيته. فاتمنى ان الناس تفهم، واتمنى ان الناس تفهم ان مفيش حاجه بيرسونال، احنا لا لينا معلش مع احترامي نقطتين برضو لازم المستشار مرتضى منصور يفهم، معلش يا ولاد. اتفضل انا مسحول جمله. اول حاجه ودي نقطه مهمه جدا، ان المستشار مرتضى منصور عارف ان انا ما بخافش، صح؟ ودخلنا في خناقه قبل كده مع بعض قعدت شهور، انا ما بخافش، ربنا خلقني كده، الحيطه دي اخش فيها بدماغي، ما بخافش. دي نمره واحد. نمره اتنين ودي نقطه مهمه جدا ولازم ان هو يعني يبقى فاهمها، ان ميدو راجل لا ليه علاقه لا بانتخابات ولا ليه علاقه بمين هينجح ومين مش هينجح، هو ليه علاقه بحاجه واحده بس، ان رئيس نادي الزمالك ينجح في شغله عشان نادي الزمالك يفضل كبير. صح. دي الحاجه الوحيده اللي تهمني. انما مين اللي هيبقى موجود في الانتخابات ومين اللي هينافس ومين هينافس مين ومين الاصوات وبتاع، هو عارف ان انا ماليش في الكلام ده ولا ابو العيله ليه في الكلام ده، ولا مفيش حد فينا، احنا بنحب الزمالك. يعني انتوا كلكم بما فيكم الشام مرتضى بيجمعكم حب الزمالك. احنا لا مع حد ضد حد ولا اي شيء ولا حاجه هتقع في حجرنا، مثلا لو حصل في الامور مش دي دماغنا خالص يا سيف. وبعدين احنا قضيتنا زي ما قلت لك الزمالك، بس انا دايما بتكلم، انا عشت كمان فترات يا سيف صعبه شويه جوه النادي، ايام الانتصارات وايام الانكسارات، فده يمكن اللي انا بيخليني عندي من جوايا متضايق شويه، لان انا ليه دايما محكوم على لعيبه نادي الزمالك سواء الجيل الحالي او الجيل القديم ان يعيش دايما في توتر.
يعيش في عدم تكافؤ للفرص، يعني يبقى انديه مصر كلها مستقره وانت الوحيد اللي حواليك لغط وحواليك مشاكل وحواليك السبوت دايما الكره ملتهبه عندنا. وبعدين ابو العيله دي مهمه. لا وبعدين ابو العيله فانا عشتها الفترات دي. لا انا عايز اقول لك حاجه يا سيف، دي نقطه مهمه جدا واتمنى ان الناس تسمعني. كل انديه مصر، خلينا نتكلم عن النادي المنافس، النادي الاهلي او النادي اللي بيمر بمرحله باستقرار اداري وحاجات تانية كتيره جدا، هتلاقي ان هو دايما حتى رغم وجود المشاكل وحاجات تانية كتيره جدا بيحاول ان هو يحتضن اولاده، بيحضن ولاده، ان هو دول ولادي، دول ولادي مش عارف اعوضهم. ليه في نادي الزمالك بتشوط ولادك بره؟ كسر الكوادر. ليه بتعمل ليه على فكره مش مشوار مرتضى منصور، انا بكلمك على تاريخ. ليه بتعملوا كده؟ اجيب لك اسماء لعيبه نادي الزمالك النجوم الكبار كلها، شيل حازم على جنب، وحازم دي قصه مش هتكلم فيها. كل ولاد نادي الزمالك يا كابتن عمر اللي وهم فعلا بيعشقوا نادي الزمالك وبيبكوا لما نادي الزمالك بيخسر، نادي الزمالك طلب منهم ان هم يعتزلوا وهم عندهم 29 سنه. انا اللي كنت ابو بتكلم فيها العيله مع ميدو والكلام ده. وميدو ومدحت عبد الهادي ومحمد صبري أسامة نبيه وحماده عبد اللطيف واسامه نبيه وكل ولاد النادي طارق بلا السعيد. استثناء، طارق السيد، كل ولاد النادي وهم عندهم 29 سنه ما قدمت لهمش عقد جديد يا حبيبي بره. رغم ان احنا كنا بنتكلم امبارح على قيمه ان انت تحافظ على النجم سنتين ثلاثه حتى لو هو مش قادر، عشان ده اللي هيباي باك للي انت عملته له طول السنين لغايه ما يموت. صح ولا لا؟ في تو اكسبشنز، عبد الواحد شنجون بس وعبد الواحد يعني عبد الواحد طبعا تاريخ كبير جدا، وحازم انا بقول لك ان لولا بعض الظروف صح. كان برضه هيخلصوا على حازم وهو عنده 30. صح. ليه؟ انا عايز اعرف ليه ازاي نادي الزمالك يخرج يهاجم ولاده؟ ازاي رئيس نادي الزمالك ده انت المفروض اخر كلمه تطلع من بقك ان انت تهاجم، بلاش نقول رمز، انا مش رمز يا عم نادي الزمالك ولا ابو العيله، كل من مثل نادي الزمالك لازم يبقى ليه احترامه، لازم تحترمه، لا عشان تعلم انا مش راجل، مش بتاع، انا لا مدرس اخلاق ولا شيخ ولا اي حاجه، لكن اوتوماتيك كده الولد الصغير اللي عنده 10 سنين لما يشوف رئيس النادي بيغلط في رموز النادي هيبقى حلمه مش ان هو يلعب في النادي ده. طبعا انا مش عايز العب في النادي ده، انا لو انا واوعى اندرستيميت او اوعى تقلل من دماغ الطفل الصغير، ودي اخطر حاجه. اوعى تتعامل الطفل الصغير ان هو طفل صغير ما بيفهمش، لا بيفهم وبيفهم كويس قوي. الطفل الصغير اللي في النادي اللي عنده 12 سنه وانا اسف انا طولت بس النقطه دي مهمه جدا. الطفل ده لما يشوف النادي بيغدر بولاده والنادي بيهاجم ولاده، الطفل ده بيبقى حلمه ان انا مش عايز ابقى موجود في المكان ده. لو شاف النادي بيحافظ على اولاده وبيحابي عليهم ولما يغلطوا يقول لهم ما تزعلوش ويطبطب عليهم ويعمل كل الكلام ده كله، بيفضل حلمه وانتمائه لهذا المكان في اسرع وقت ممكن، وده اللي ميز نادي الزمالك بشكل كبير جدا. حازم بيأدي واحد من افضل اشواطه من بنتكلم عليها سيف. الكره اتقطعت من نادي الزمالك 3 4 لعيبه بيضغطوا، الكره بتتنقل 2 3 لعيبه على طول، لعيب بيضغط، هو ده الزمالك، دي هويه الزمالك. عشان كده احنا كنا مستغربين ابو العيله الماتشات اللي فاتت الزمالك وانت بتلعب على ملعبك وانت متعادل، ده مش الزمالك. وده اللي هويه نادي الزمالك، الاستحواذ بلس الضغط العالي. طبيعي لازم اي واحد ما حدش قال لإناسيو مش مشكله، بس إناسيو ما قدرش يفهمها، كان لازم إناسيو شوط جيد جدا. لازم نحيي كابتن طارق يحيى لان هو المدرب زي الترزي، النهارده كان عنده مشكله في الباك ليفت حط مجدي فيها وده اختيار جيد، مش حسني فتحي اللي يلعب باك ليفت ما يصلحش. الكابتن طارق وفرقه الزمالك رغم بعض المشاكل الدفاعيه اللي كابتن ابو العيله وعمر اتكلموا في كابتن عمر جديد مع نجومنا داخل استاد العرب. ما حدش قال لإناسيو مش مشكله، بس إناسيو ما قدرش يفهمها، كان لازم إناسيو شوط جيد جدا. لازم نحيي كابتن طارق يحيى لان هو المدرب زي الترزي، النهارده كان عنده مشكله في الباك ليفت حط مجدي فيها وده اختيار جيد، مش حسني فتحي اللي يلعب باك ليفت ما يصلحش. الكابتن طارق وفرقه الزمالك رغم بعض المشاكل الدفاعيه اللي كابتن ابو العيله وعمر اتكلموا في كابتن عمر جديد مع نجومنا داخل استاد العرب. النهارده كان عنده مشكله في الباك ليفت حط مجدي فيها وده اختيار جيد، مش حسني فتحي اللي يلعب باك ليفت ما يصلحش. الكابتن طارق وفرقه الزمالك رغم بعض المشاكل الدفاعيه اللي كابتن ابو العيله وعمر اتكلموا في كابتن عمر جديد مع نجومنا داخل استاد العرب. رغم بعض المشاكل الدفاعيه اللي كابتن ابو العيله وعمر اتكلموا في كابتن عمر جديد مع نجومنا داخل استاد العرب. جديد مع نجومنا داخل استاد العرب. نجومنا داخل استاد العرب.